البقاء لله وحده، هذا ما قالته بهية رشدي وهي في طريقها إلى باريس لتلقي العلاج. ما لحقتش تاخد العلاج، وكمان وصيتها الأخيرة وأول ظهور لها أثناء طريقها إلى باريس. السلام عليكم وأهلا بكم. سافرت الفنانة الجزائرية بهية رشدي إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد خضوعها الثاني لجلسة كيماوية بمركز بيار وماري بالعاصمة باريس. وقالت بهية رشدي إن هي هتسافر بعد أسبوعين لتلقي العلاج، مؤكدة على رضاها بقضاء الله وقدره، وكانت حاسة إن هي هتفارق الحياة. وكمان قالت ليس من الصعب أن يستقبل الإنسان خبر إصابته بالسرطان، لكن أنا دايما أحضر نفسي لقضاء الله وقدره، وكنت دايما بتساءل لما أذهب إلى طبيب ويخبرني بأي مرض خطير كيف سأجيب. وقالت أترك الله هو الذي يجيب. وتابعت لما سمعت وأخبرني الطبيب أن لدي سرطان متقدم وكبير. جاوبته وقلت له إن الكبير هو الله سبحانه وتعالى، فجلس الطبيب وهو يبكي. أعزائي المتابعين، أرجو منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل.